بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا المجسم راح نوضح انتقال نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وهي نفسها سلسلة قبل وبعد. وضحنا هنا غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها، غرفة نومها مساحة الغرفة 3 في 3 أمتار، وغرفة الجلوس صالة مجلس أو الحوش 3.5 في 4.5 متر. في غرفة الجلوس بوابة يخرج منها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وباقي غرف زوجاته، وبوابة منها على المسجد النبوي على الروضة الشريفة، والقبلة في المجسم بهذا الاتجاه. من هذا الشباك كان يطل النبي عليه الصلاة والسلام على حوش السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يسألها عن أحوالها، أحوال سيدنا الحسن والحسين، يقول لهم الصلاة. وهذا السرير معظم وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذا السرير. ولما مرض نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في بيت السيدة ميمونة بنت الحارث، جمع زوجاته وطلب بهذا الوقت يمرض في بيت السيدة عائشة. ومن شدة مرض النبي عليه الصلاة والسلام لما جابوه وضعوه على هذا السرير كان يغمى عليه، وكان وقتها وقت صلاة العشاء. فلما كان يفوق عليه الصلاة والسلام يسأل السيدة عائشة أصلى الناس؟ كانت تقول بلى ينتظرونك يا رسول الله. فكان يقول صبوا عليه الماء، فكان يتوضأ ينوي للصلاة، يبي يخرج يغمى عليه فيفوق يسألها أصلى الناس؟ كانت تقول بلى ينتظرونك يا رسول الله. فكان يقول صبوا عليه الماء فيتوضأ ينوي للصلاة، يبي يخرج يغمى عليه المرة الأولى الثانية الثالثة. بعدها أرسل أحد الصحابة إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقيم الصلاة ويصلي. وقام النبي عليه الصلاة والسلام على وقت صلاة الفجر، أبعد الساتر بينهم وبين بين حجرة السيدة عائشة والروضة الشريفة، وشاف الصحابة وهم يصلوا. فيقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كدنا أن نفتن في صلاتنا من شدة الفرح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاب. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ما يرجع شاف هذا الشيء، شاف الفرح في عيونهم، حتى أشر لهم اثبتوا أتموا صلاتكم. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى وقت الضحى فاق النبي عليه الصلاة والسلام وسأل السيدة عائشة ما هذا الصوت؟ قالت صوت الناس يبكون عليك يخافون عليك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وخرج للروضة الشريفة وصعد على المنبر 3 درجات، صعد الدرجة الأول الثاني، ما قدر يصعد الثالث، جلس مكان وجمع المسلمين وقال أيها الناس إن عبدا من عباد الله خيره الله ما بين الدنيا وما عند الله سبحانه وتعالى، فاختار هذا العبد ما عند الله سبحانه وتعالى. سكتوا جميع الصحابة إلا سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صار يبكي يقول فديناك بأنفسنا، فديناك بأبنائنا، فديناك بأموالنا. قالوا الصحابة اجلس يا أبا بكر لقد قاطعت رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتركوا لي صاحبي، اتركوا لي خليلي، فما من عبد كان له حق علينا أو دين وما قضيناه إلا أبي بكر جعلت حقه على الله سبحانه وتعالى. فهنا ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء، بالصلاة، بالأنصار، وزع أسلحته، وتصدق النبي عليه الصلاة والسلام ورجع على السرير، نادى على زوجاته وذكرهم وعظهم، نادى على سيدنا الحسن والحسين قبلهم. دخلت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كانت هذه أول مرة ما يقدر يقوم النبي يقبلها بين عيونها، فصارت تبكي وتقول وكرب أبتاه وكرب أبتاه. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تبكي يا فاطمة، لا كرب على بيك بعد اليوم. وقال لها اقتربي، وهمس في أذنها، بكيت أكثر، قال لها إني أموت يا فاطمة وإني أموت الآن. لما بكيت قال لها اقتربي وهمس في أذنها، ضحكت، قال لها أنت سيدة نساء أهل الجنة وأنت أول أهل لحاقا بي. توفت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ب6 أشهر. لما اشتد المرض على النبي عليه الصلاة والسلام، أسندت السيدة عائشة رضي الله عنها رأس النبي على صدرها، فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو رافع يده للسماء يقول بلي رفيق الأعلى، بلي رفيق الأعلى. عرفت ملك الموت استأذن النبي عليه الصلاة والسلام. ثقل رأس النبي على صدرها، سقطت يد النبي عليه الصلاة والسلام، جات لباب الروضة وصاحت تقول مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله. انفجر المسجد بالبكاء على النبي عليه الصلاة والسلام مع الصدمة. سقط على الأرض سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يبكي، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه مع الصدمة لفترة ما كان يقدر يتكلم، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج سيفه وقال من قال أنه مات سوف أقطع رأسه. ما كان موجود سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولما وصل مسك نفسه أمام الناس حتى وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، حضن النبي، صار يبكي يقول وصاحبا وخليلا وحبيبا ونبيا. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام بين عيونه وقال له طبت حيا وطبت ميتا. وخرج للمسلمين يهديهم ويقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فلما احتاروا الصحابة فين يدفنوه، سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. أزالوا السرير، حفروا للنبي عليه الصلاة والسلام في نفس مكان السرير بالطريقة اللي تسمى اللحد، يحفروا على الداخل، وضعوه في هذا المكان، وغسلوه 4 من آل البيت بلباس ولم يخلع لباس النبي عليه الصلاة والسلام. مسحوه مسح من فوق اللباس عم النبي العباس وابن عم القثم والفضل وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاهم. بعد وضع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المكان بالكفن، يدخل الرجال على مجموعات يصلوا عليه، يخرجوا يدخل النساء الصبيان 3 أيام يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بعدها وضعوه بالقبر
على الكتف الأيمن وجهه على القبلة. فكانت السيدة فاطمة الزهراء من الشباك تراقب، كانت تبكي وتقول لسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: كيف طابت قلوبكم أن تحثوا التراب على قبر نبيكم؟ ما عرف يرد عليها سيدنا أنس بن مالك، صار يبكي معها. دفن عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل، قبره الوجه على القبلة، الرأس من أعلى للروضة الشريفة. كانت تخرج السيدة عائشة رضي الله عنها وتجلس على هذا السرير بالحجرة. لما توفي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، طلب قبل وفاته يدفن عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام حتى ليس تشابه بين القبرين، فأخروا سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكتف النبي عليه الصلاة والسلام. القبر الثالث السيدة عائشة رضي الله عنها خصصت المكان لها جنب زوجها وأبوها. استأذن منها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أذنت له، فطلب سيدنا عمر بن الخطاب من ابنه عبد الله إنه لما طعن سيدنا عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت، طلب من عبد الله بن عمر بن الخطاب انه يدق على السيده عائشه الباب ويقول لها: استاذنك عمر ولا تقل لها الخليفه او امير المؤمنين حتى لا تستحي. فاذنت لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلب يدفن عند اقدام النبي عليه الصلاه والسلام لخصر سيدنا ابي بكر الصديق يؤخر عنهم اكثر. اول ما دفن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءت السيده عائشه غير انها وضعت هذا الساتر الاسود، صارت تخرج من غرفتها تجلس على هذا السرير بحجابها استحياء منه حتى هو مدفون في قبره، كانت تجلس في بيتها بحجابها. الله يجمعنا فيهم يا رب. آمين. شوف باقي 3 دقائق. بهذا المجسم وضحنا الطريقة اللي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولليوم يدفن بنفس الطريقة تسمى باللحد. واللحد انهم يحفروا على الداخل، ينزلوا الميت يحطوه بالداخل على الكتف الايمن وجهه على القبله، ينزل عليه طوب اللبن، يتم هنا الدفن وهذا الدعاء له. يحطوا صخره اذا كان رجل، صخرتين اذا كانت امراه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: من استطاع منكم ان يمت في المدينه فليفعل. وقال عليه الصلاه والسلام: ان الله سبحانه وتعالى بيوم القيامه يبعث من هذا البقيع 70,000 شخصا في ليله بدر، وجيههم كالقمر يدخلون الجنه بغير حساب. وفي روايه انه كل 1000 من ال70,000 ياخذ معاه 70,000 على الجنه بغير حساب. الله يجعلنا منهم يا رب. صلوا عليه. السلام عليكم.